السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي وأحبائي في كل مكان، منورين جميعا. صباح الفل، صباح السعادة، صباح الانسجام. النهاردة إن شاء الله أول حلقة في برنامج راديو على ما تفرج، وده لغاية لما نبقى نطلع في التلفزيون إن شاء الله، ادعوا لنا. وطبعا بقدم المحتوى ده علشان خاطر قلوبكم وعيونكم الجميلة، فبتمنى ان انا الاقي منكم التشجيع واتمنى ان هو يعجبكم، وهستنى طبعا ارائكم في التعليقات. لا شك ان العادات والتقاليد من ضمن الحاجات الاساسيه اللي بتميز كل دوله عن غيرها. في بعض الناس بتتعامل معاها على انها خرافات، وفي ناس بتعتبر ان ده شيء مقدس ولازم يتعمل، وبيختلف مع الجانب الاخر. لكن مهما كان وجه الاختلاف، مش هنختلف عن ان مصر هي اكتر دوله في العالم حيرت الناس في عاداتها وتقاليدها. معانا من ضمن الحاجات ديت او العادات والتقاليد دي في شم النسيم، عندنا الخرز الزرقاء، عندنا شاهة الملوخية، في حاجات كتير جدا هنتكلم عن بعض منها، والبعض التاني ممكن نأجله في الحلقة الجاية ان شاء الله، او لو حابين كمان نتكلم في حاجة معينة تكتبوا لي كمان في التعليقات. من اشهر العادات المصرية هي عادة كسر القلل، ودي طبعا بتعبر عن فرحة الناس بالتخلص من شخص مزعج او شخص مستبد يعني. حتى في مقولة كده بتتقال: اكسر وراه قلة. طبعا ده للتعبير عن التخلص من الشخص ده نهائيا، يعني اللي هو خلاص هيروح بالعودة. أصل العادة ديت بترجع إلى النصف الثاني من عصر الأسرة الثالثة عشر الفرعونية، والعصر ده اتعرف تاريخيا باسم عصر الانحطاط. معانا عادة كوميدية جدا، وهي عادة شهقة الملوخية. طبعا دي عادة قديمة جدا، حتى تلاقي الناس القديمة بقى، الستات القدام دول كانوا بيعملوها، يعني كانوا بيلتزموا بيها جدا. بيقولوا كمان ان شهقة ان الست اللي ما بتعرفش تشهق وهي بتعمل الملوخية كده مش ست بيت شاطرة، ولا حتى الملوخية بيبقى لها طعم. ناس كمان بتقول ان كل ما تكون الشهقة اعلى، كل ما يكون طعم الملوخية ألذ. يعني احنا نسمع حاجات غريبة دلوقتي. عندنا كمان عادة من عادات المصريين القدامى متواجدة في العصر الحالي. العادة دي بتتمثل في الخرز الزرقاء. طبعا الخرز الزرقاء هي بنعرف عنها دلوقتي ان هي حاجة بتمنع الحسد، وبتمنع الارواح الشريرة والكلام ده. طبعا دي خرافات، ولكن اصلها بيرجع لاكتر من حوالي 7000 سنة، نسبة الى اله السماء والعدل في الحضارة المصرية القديمة، اللي انتصر على اله الشر بعد معركة شديدة جدا، وساعتها فقد حورس احدى عينيه يعني في خلال المعركة، واستبدلها بعين تانية ليها قوة خارقة بتعرف باسم عين رع. طبعا بدأ الناس تتوارث العادة ديت. هي خرافة، ولكن اتوارثتها الأجيال. في بعض الناس بتعملها على هيئة سلسلة وبتلبسها، وفي مننا اللي بيعلقها على الحيطان، في اللي بيعملها على مدخل البيت، في اللي بيحطها في العربيات، وحاجات زي دي يعني. من غير لا لماضة لا إعادة ولا كلمة زيادة، اقفش في العادة كالعادة هتعيش في سعادة. كل حاجة ليها عادة معتادة، انتبهوا يا سادة، في مغاد في ولادة في جنازة قهوة تكون سادة. ادي عوايدنا ولد قالتنا كتالوج أجدادي بسحر ولحنا، وتملي في ايدنا وكمان لولادي. ادي عوايدنا ولد قالتنا كتالوج أجدادي بسحر ولحنا، وتملي في ايدنا من تاني اعدادي. قاعد في لطافة وقرافة، رمضان في منافة، فرحك في نقطة، معمل مرشوش بكثافة، على بابك حلوة عين زرقاء وتكون متشافة، عينة ليكي وردة شوكولاتة أو كيلو جوافة. خليك أصلي خليك مصري، ملناش في الصيني. أصدقائي وأحبائي، كده نكون وصلنا لنهاية فقرتنا. انتظروني إن شاء الله في حلقة تانية من كل أسبوع في برنامج راديو على ما تفرج. وما تنسوش مستني رأيكم في التعليقات، ولو حابين نتكلم عن حاجة معينة اكتبها له في التعليقات، وفي الحلقة التانية إن شاء الله هنعملها. يلا بينا، سلام.